السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليقا بقى على فيديو اللي كنت بعلق فيه على مسلسل لام شمسية، واللي كان بيعرض قضية تحرش الأطفال، أو يعني دي أكتر القضايا اللي أنا كنت بتكلم فيها من قضايا المسلسل. النقطة الأولى يا شباب، في الجو بقى انتي سبتي المسلسل، انتي بتتكلمتيش في النقطة الفلانية، انتي ما عملتيش النقطة الفلانية. هو حد قال لكم ان انا ناقد فني؟ انا مالي، انا ما اتفرجتش على المسلسل اصلا، يعني انا ما عنديش تلفزيون اساسا. ففكره ان انا انتقد عمل فني ده اولا دي مش شغلانتي، ولو انتقدته بصفتي حد من الجمهور على الاقل اتفرج عليه. انا ما عنديش تلفزيون، ما اتفرجتش عليه. انا شفت بس الاجزاء اللي تهمني، اللي كان فيها الشغل يتعلق بشغلي، يعني مشاهد تتعلق بشغلي شفتها واهتميت بيها، ودي اللي انا طلعت اتكلم عنها. لكن المسلسل ككل واخطاء المسلسل وابعاد المسلسل ده مش موضوعي. انا هتكلم في النقاط اللي تخصني فقط. فانا اتكلمت في نقطه ومحضره كذا نقطه هتكلم فيها ان شاء الله. المره دي عايزه اتكلم على نقطه، هو معقول في مرات اب تعمل كده مع ابن جوزها؟ معقول. والصوره بتاعت مرات الاب اللي هي ايه، مرات ابو سندريلا دي، اللي هي الست الشريره الظالمه الجحده اللي بتعذب العيال وتبهدلهم والكلام ده، دي صوره افلام وميديا. وفي الحقيقه لا، فيهم يعني زوجات اب زي الفل، زي الفل حقيقي، ناس محترمه ومتربيه وعندها اتزان ومتزنه نفسيا وجميله وبتحب العيال وبتخدمهم وبتبذل مجهود علشانهم، حلو جدا جدا. وانا عندي بشوف كتير يعني يبقى هي مخلفه من جوزها الاولاني 2 أو 3، وجوزها مخلف من مراته الاولانيه 2 أو 3، وهم خلفوا من بعض 2 أو 3، ويبقى بتربي العيال كلهم بشكل يعني مشقه فظيعه ومجهود فظيع. وشفت قد ايه في مراتات اب محترمين جدا جدا جدا. جو بقى هي معقول هتسامح ان الولد الكبير اللي هو كله على بعضه 8 سنين تحرش بابنها الصغير اللي هو 5 ولا حاجه؟ هي مش شايفه ان ده ابنها وده ابن جوزها، هي شايفه ان 2 عيالها، حد من عيالي ضرب التاني، حد من عيالي اذى التاني، حد من عيالي عمل كذا في التاني، مش بشوفه ان ده ابني وده ابن جوزي اصلا. فبالتالي هي عملت كده وتقبلت ده وسمعت كلام الدكتور ورجع قالت له انت وحشتني وعملته كويس جدا. هي ام سويه، هي طالعه ام سويه، تمام. والام مش لازم تكون هي اللي خلفت، تمام. الام يكون جواها ام، ممكن تكون ما اتجوزتش اصلا وهي ام، ممكن تكون اتجوزت ولسه مش ام، يعني مش لسه ما خلفتش، ممكن تكون خلفت ولسه مش ام، لسه ما جابتش مشاعر الامومه. فدي نقطه تانية. في مرات اب محترمه جدا وكويسه جدا وتعمل كده واكتر، وبيجي لي امهات بتراعي خطط العيال وتركز واديها تعليمات في خطط تعديل السلوك وتعملها واعمل لها ارشاد زيها زي الام بالظبط، تتقبل الكلام والشرح وتنفذ التمارين وتنفذ التعليمات زي اي حد في الدنيا. وما بحطش في اعتبار اصل دي مرات ابوه، اصل دي مش مامته، لا، ما بحطش الكلام ده، لان انا عارفه ان في ستات سويه ممكن تكون مرات ابوه وهي امه مش بيولوجيا لكن هي امه، فبعاملها على انها والدته عادي جدا خالص.